عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا النهارده ورقة لحمة حلوة جدا وطعمها تحفة. هتبطلوا بجد تعملوها برا، وطبعا في البيت انضف بكتير واطعم بكتير جدا. يلا بقى قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتعملوا لايكات بقى. يلا بقى نشغل الفرن بتاعنا على اعلى درجة حرارة عبال ما نجهز الورقة بتاعتنا. تمام. عندنا هنا الخضار اللي احنا هنستخدمه في الورقة. عندنا البطاطس وعندنا توم وعندنا فلفل اخضر وعندنا طماطم وعندنا البصل وعندنا جزر. حابين تزودوا اي خضار تحبوه، كوسة، بسلة، ده يرجع. تمام. قطعنا كل الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الترانشوت او اللي هو الجوليانو. تمام. وطبعا وقطعناهم، والثوم قطعناه بسيط صغير. تمام. هنقطع كله بالشكل ده، وقطعت البطاطس طبقات رقيقة لانها بتبقى في الورقة بتبقى احسن. هنحط التوابل بتاعتنا، حطينا الملح، حطينا فلفل اسود، ورشة السكر طبعا بتاعتنا ما ننساهاش، بتدي تيست حلو قوي. وهنحط كمان توابل. عندنا ال11 بهار. لو عندك 7 بهارات تمام. دي 11 بهار من كنور بتبقى طعمها حلو قوي. بديل مجموعة توابل لو عندك كمون وبابريكا وتوم باودر والزعتر والحاجات دي. تمام. وحطينا رشة الزيت ومعلقة سمنة. تمام. يبقى حطينا ملح وفلفل اسود، وحطينا السكر، رشة السكر، وحطينا الزيت والسمنة، وحطينا ال11 بهار. عندك بهارات لحمة، ممكن تغيري في البهارات زي ما تحبي. البهارات الموجودة عندك اعملي ميكس حلو كده وظبطيه، حطيه على الخضار اللي عندك. هنا بقى عندنا المقاس الصينية دي. حطينا مجهزين الفويل اللي هو ورق القصدير، وعندنا ورق زبدة مقطعين قطعتين بنفس الحجم، قطعتين فويل وقطعتين زبدة. هنحطهم بالطريقة دي، هنحط واحدة بالطول وهنحط واحدة بالعرض، يكون الورقة عكس بعضها. فهمتوني؟ اهو بالشكل ده، واحدة بالعرض وواحدة بالطول. وبعدها هنحط ورق الزبدة، واحدة عليها بالعرض وواحدة بالطول، عكس بعض برضو. تمام. بحيث ان احنا نقفل الورقة تبقى متقفلة كويس جدا مع بعض. هنا بقى حطينا قطع اللحمة الموجودة عندنا. دي لحمة بتلو اللي هي عجالي. تمام. ممكن تستخدمي بقري، تكون قطعيتها برضو طرية عشان تدوب في الورقة. تمام. هنقلبها بقى كويس جدا. شايفين نزل صوص حلو جدا من التوابل اللي احنا حطيناها، من الخضار نزل السوائل بتاعته. انا هنا ضغطت على الورق بقى، الزبدة والفويل، ظبطتهم كده بالشكل ده، ضغطتهم لتحت ونزلت بقى بالخضار واللحمة اللي عندنا. تمام. هنحطها كده وفي الورقة. وهنا عندنا زودت الصوص اللي كان نزل، حطيت بس عليه كوباية مية، وهزود كمان نص كوباية مية، يعني حطيت كوباية ونص جوه الورقة. تمام. غير الصوص اللي نزل منها حطينا كوباية ونص. هنظبط بقى الورقة بتاعتنا. تمام. يعني حاولوا ما تخلوش اللحمة هي اللي تحت، احنا هنخليها في النص. هغطيها في الاخر هتشوفوا. هحط عليها شرايح، على كل قطعة لحمة هحط شريحة بطاطس، بحيث يعني ان البطاطس ساعات بتمسك في الورق الزبدة من فوق، فانا اللحمة عايزاها تبقى هي اللي في النص، هي اللي تدوب في النص. هرش بقى كده رشة فلفل اسود على الوش. تمام. حطيتها بالمنظر ده، غطيت اللحمة حطيتها في النص. هنقفلها بقى، قفلناها بالشكل ده. قفلوها كويس جدا عشان الورق معانا ما يتقطعش. تمام. هنضغطها كويس. طبعا احنا مولعين الفرن على اعلى درجة حرارة في الرف اللي في الوسط. تمام. هنحطها لمدة نص ساعة على أعلى درجة حرارة، بحيث تسخن بس كده معانا. وبعدها هقلل الدرجة لحد 200 واسيبها ساعة ونص. هنا أنا حطيت كوباية مية برا الورقة. تمام.
هنسيبها ساعتين في الفرن، نص ساعة على درجة حرارة وبعد كده درجة 200. هنا بقى عملنا المكرونة الاسباجيتي وعملنا عصرنا الطماطم. حطينا زيت سخن ونزلنا عليه بعصير الطماطم. هحط عليها رشة سكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم. تمام، ونزلنا بالفلفل الاسود. هنقلبهم بقى كده مع بعض. وهزود معلقة صلصة. تمام، انا هنا كانت النار لسه عالية وبعد كده انا هوطي النار عليها تبقى بسيطة. حطيت معلقة الصلصة. اخر حاجة بحطها اللي هو الملح، ده في اي اكل عموما، وكمان بالذات لو بنسوي لحمة بنحط الملح في الاخر. تمام، هنا بقى انا هديت النار وبعدها حطيت المكرونة، تحفة جدا. تمام، هغطي عليها وهسيبها تتبخر وخلاص كده. هنا بقى انا كنت بشوف الورقة، طبعا حابين تبصوا عليها كل شوية برضو تشوفوا ايه، تتأكدوا ان هي استوت او اللحمة اتشربت، المفروض تبصوا عليها برضو. هنا خلاص الورقة كانت تمام وزي الفل. ده الصوص اللي نازل منها على فكرة، ده مش مية ولا حاجة. ده الصوص اللي نزل من الورقة. كانت حلوة جدا والريحة خطيرة بجد، واللحمة مستوية ودايبة جدا وكل حاجة تمام. خدت معايا وقت ساعتين وربع، لان انا زي ما قلت لكم عليت الاول النار وبعد كده هديتها عليها عشان تاخد راحتها وتستوي على مهلها طالما عندنا وقت. تمام، اللحمة شايفين دايبة ازاي، كانت بجد تحفة جدا. يلا بقى جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها، وما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك للقناة. يلا باي باي.